اوقات كتير قوي بنبقى محتاجين ناكل حاجه جنب كوبايه الشاي. هعمل معاكم النهارده بسكوت طعمه رهيب وسريع جدا، مش هيكمل معاكم 10 دقايق وبيدوب كده واحنا بناكله. يلا بينا نشوف هنعمله ازاي. اول حاجه هنحتاج ربع كوبايه من السكر مطحون، عليهم تلت كوبايه من الزبده تكون بدرجه حراره الغرفه، وهدمجهم مع بعض كويس. بعد ما يكون قوامهم كده هضيف عليهم كوبايه من الدقيق وهخلطهم مع بعض كويس، يعني يكون كده الدقيق متجانس مع الزبدة والسكر ويكون متغلف بيهم. وهضيف نص معلقة صغيرة من بيكنج باودر، وعليهم فواكه مجففة، ممكن تضيفوا شوكولاتة، ممكن تسيبوها سايدة عادي. هقلبهم مع بعض وهضيف عليهم 3 معالق كبار من الحليب. هقلبهم كده شوية بالمعلقة، وبعد كده هبدأ اني اعجن بايدي. طبعا مش هعجن كويس، انا يدوب بس هلم العجينة. خلاص كده العجينة جهزت. هبدأ بعد كده اني ابرمها بالشكل ده. بعد ما اخليها كده على شكل اسطواني هبدأ اني اقطعها شرايح كده بالسكينة، وهاخد كل قطعة وابدأ اني اشكلها على شكل دايرة. وهعمل الكمية كلها بالشكل ده، ممكن كمان تشكلوها زي ما انتم عايزين. طبعا قبل ما اجهز البسكوت هكون مولعة الفرن على درجة 180. هدهن الصينية بالزبدة وهبدأ اني احط عليها البسكوت وادخلها الفرن لمدة تلت ساعة. مش متخيلين طعم البسكوت ده عامل ازاي؟ احلى بسكوت حرفيا انا جربته. طعمه لذيذ جدا كده وبيدوب في البق مع كوباية الشاي، يعني بجد خطير. لو عجبتكم الوصفة قولي رأيكم.